السلام عليكم. اليوم غنجاوبوا على واحد السؤال أغلبية ديالكم إلا ما قلتش كلكم باغيين تعرفوا الجواب ديالو. السؤال هو: شنو أحسن، واش نشري داري، واش نبقى كاري ولا نرهن؟ واليوم غنجاوبوا على هاد السؤال، وغنقولوا كذلك كيفاش ترهن بأمان وما تخافش يمشي لك رزقك وتستاخد من هاد الرهينة. الجواب على هاد السؤال ماشي مطلق، أي ما كاينش إجابة وحدة كتنطبق على الناس كاملين. بعض الناس يقدر يكون مزيان لي يشريو، وبعض الناس ما مزيانش ليهم يشريو وخا عندهم الإمكانيات، وبعض الناس مزيان ليهم يكريو، وبعض الناس مزيان ليهم يرهنوا. غادي نتكلموا على جميع الحالات بإيجابياتها وسلبياتها. الجواب المنطقي اللي كلكم غتجاوبوه هو أنه قادر أخويا تشري دارك، شري دار. ولكن ماشي في كل الحالات هذا الجواب صحيح. نعطيكم مثال. مثلا انت عندك إمكانية باش تشري واحد الدار، ولكن هذيك الدار بدوك المواصفات اللي كتنطبق على الإمكانيات ديالك بعيدة على الخدمة ديالك. فانت مثلا هربتي من الكرا، كنتي كاري قريب الخدمة ديالك وقلتي ما نبقاش كاري، أنا غنشري دار. أنا عندي واحد 30 مليون غنزيد عليها فلوس الدعم مثلا، ولا عندي واحد 10 المليون غنشد كريدي من البنكة ونشد فلوس الدعم ونشري واحد دار وخا بعيدة على الخدمة ديالك. في هاد الحالة شنو غيوقع؟ انت هربتي من الكرا، كتخلص واحد 3000 ولا 4000 ولا 2000 درهم على حسب المنطقة فين كاري شهريا، ولكن قريبة الخدمة ديالك. غتشري دابا واحد البرطمة بعيدة على الخدمة ديالك، غتحط فيها المدخرات ديالك وتستافد من الدعم ديال السكن. إذا شريتي بعيد على الخدمة ديالك فغالبا هادشي غيأثر على الحياة ديالك، سواء الأسرية ولا حتى الصحية، والأهم من هادشي الاقتصادية المالية. لأن هنا انت شريتي دار وهربتي من الكرا، ولكن داك الكرا ولا داك الفلوس اللي كتخسر في الكرا غير عوض ما كنتي كتخسرها في الكرا وكنتي قريب من الخدمة ديالك، غتولي تخلصها في الترونسبور مثلا، لأنه الإمكانيات ديالك شرات لك بعيدة على خدمتك، فغضطر تولي تفيق بكري وغتولي تخلص الترونسبور وانت ما كنتيش كتخلصو الوقت اللي كنتي كاري قريب الخدمة ديالك، ولا غتخلصو زايد وانت كنتي كتخلص واحد القدر صغير حيت كنتي ساكن وكاري قريب الخدمة ديالك، فغتزاد عليك مصاريف غتعوض ديك المصاريف اللي كنتي كتخسرها في الكرا. فإذا انت شريتي ديك الدار ولكن بحال الا بقيتي كاري. انا عطيتكم غير مثال باش تعرفوا انه ماشي دائما انني نشري داري ولا نشري برطمان ونخرج من الكرا راه حل توفيري. نجيو دابا للجزء الثاني من السؤال. تكلمنا دابا على الشراء والكرا، امتى يكون الشراء افضل، امتى ممكن نمشي نشري عوض ما نبقى كاري، وامتى يكون الكرا احسن ليا من انني نشري وخا عندي الامكانيات وعندي فلوس باش نشري، ولكن نبقى في الكرا احسن ليا. دابا غنتكلموا على الرهينه. هاد اللي كتقولوا ليا هي انه كتجي عند واحد مول الدار كتدفع ليه واحد المبلغ ديال الفلوس، ياخذوه هو يستغلوا واحد المده معينه مثلا 5 سنين 10 سنين على حسب الاتفاق اللي بيناتكم، وهو كيعطيك الدار انك تستغلها ولا تكريها بواحد المبلغ قل من الثمن الحقيقي ديالك. مثلا كاينه واحد الدار كتكرا ب 4000 درهم، كتدفع ليه انت 10 المليون، كيحسبها ليك غير 1000 درهم ولا 1500 درهم، وخا الدار تما كما قلنا قبيله كتكرا ب 3000 ولا 4000 درهم. كيديروا عقد واحد فيه ان الطرف الاول مول الملك غيكري الطرف الثاني الدار الفلان فلانيه بالمبلغ الفلان فلاني، مقابل انه الطرف الثاني اللي غيكري هذيك الدار غيعطي واحد المبلغ لهذا مول الملك لواحد المده معينه اللي هي المده ديال هذاك عقد الرهينه. اذا تيكون عقد واحد فيه الكرا والثمن ديال الكرا والمده والمبلغ ديال الرهينه، واغلب هاد العقود كدار بشكل عرفي. الطريقه الثانيه كيداروا جوج عقود ولا جوج وثائق. الاولى هي داك عقد الكرا، انا فلان كريت الفلان دار فلان فلانيه بالثمن الفلان فلاني، وكيدير واحد الوثيقه اخرى ولا واحد عقد اخر اللي هو تيخص المبلغ ديال الرهينه، كيكون بحال اعتراف بدين ان ديك مول الملك كيعترف لداك السيد اللي كاري عنده انه كيسالو مثلا 10 المليون ولا 20 مليون، وانه غيردها ليه في الوقت ولا التاريخ الفلان فلاني اللي هو الوقت اللي اتفقوا عليه ديال الرهينه. ولكن هاد الطريقه ولا هاد الطرق خطيره الا ما امنتيهاش. وشنو ندير باش نامنها؟ اولا نرد البال انك ترهن على اساس شفوي. شنو معنى اساس شفوي؟ انه انت تمشي
تلقى واحد يديك لواحد الدار يقول لك ها الدار ها هي فيها كذا فيها كذا من هنا، ويطلعك ويوريها لك كل شيء ويقول لك انا غنرهنها لك، وتمشي مباشره تكتب معاه ودير معاه اعتراف بدين ولا عقد الكرا فيه الاعتراف بداك الدين وتعطيه الفلوس. راه يقدر يكون ديك الدار ماشي ديالو، ويقدر يكون غير كاريها هو. وشحال من مره وقعت هاد القضيه، شحال من واحد غا كاري في واحد الدار مشى رهنها هو غا كاريها، حيت هو مثلا كاري قديم بواحد المبلغ اللي قليل، كيقول انا غنشد داك المبلغ اللي قليل اصلا هو اللي غنشدو عند هاد السيد هذا وغنعطيه لمول الدار الاصلي وغنشد الفلوس عند هاد السيد هذا على اساس راه داري. اذا رد البال انه هاد السيد اللي غيرهن لك يجيب لك ما يثبت ان داك العقار ديك الدار ديالو باش ترهنها من عنده. ردوا البال مزيان. تاني واهم حاجه، شنو معنى الرهينه؟ واش كتعرف ان البنكه مثلا ملي كتعطيك كريدي باش تشري شي دار كتبقى راهنه وضع اليد على داك الدار بديك الفلوس ديال الكريدي، ما حدك ما كملتيش فلوس الكريدي راه كتبقى هي راهنه ديك الدار، ما عندكش حق لا تصرف فيها لا تبيعها حتى تكملهم فلوسهم. اذا حتى انت ملي ترهن عند شي واحد وتعطيه الفلوس، خود داك الاعتراف بالدين ولا ديك الوثيقه اللي كتثبت انك كتسال هاد السيد ديك الفلوس باش رهنتي، وسير حتى انت دير واحد الحجز ولا واحد الرهن تحفظي على داك العقار. ماشي ملي تسالي هاد السنوات اللي اتفقنا عليها نجي عندك تقول لي ما عنديش. اذا اخويا انا غندير هاد الحجز التحفظي ماشي غنحجز عليها باش نبيعها. كاين الحجز التحفظي وكاين الحجز التنفيذي اللي هو الحجز اللي من بعد الا ما خلصتينيش مثلا كنسالك شي حاجه نمشي نبيع داك العقار ولا ديك الحاجه اللي انا حجزت عليها. هذا غير حجز تحفظي، وانا حجزت على هذا العقار لان هذا السيد كان سالو قدا وقدا وخفت ما يخلصنيش، وملي ما يخلصنيش ونجي نقلب شنو عنده لقاه باع هذا الشيء لشي واحد. اذا انا غنحجز عليه تحفظيا باش ما يتصرفش به حتى يرد لي فلوسي. دابا نجيو كيفاش دير هذا الحجز التحفظي. الا كان هذا العقار محفظ كتدي داك العقد ولا ديك الوثيقه اللي كتثبت انك كتسال هاد السيد ديك الفلوس باش رهنتي للمحكمه، وكتقول لهم هاد السيد فلان فلاني ها الملكيه ديالو بغيت نوضع عليه اليد، ندير واحد الحجز تحفظي باش ما يتصرفش به لانني كنسالو هاد المبالغ، ومنين يرجع ليا فلوسي ملي تسالي المده ديال هاد العقد ولا هاد الاعتراف بالدين يترفع داك الحجز. المحكمه غتعطيك واحد الامر المحافظه انهم يحطوا داك الحجز ولا داك التقييد على داك الملكيه ديال داك السيد، وها انت دابا واضع اليد على ديك الملكيه اللي انت رهنتيها في المحافظه بداك المبلغ اللي عطيتيه، ويقولي ليه انت ما عندكش الحق تصرف حتى دير رفع اليد وتمشي عند السيد وتعطيه رزقه ويهز اليد ديالو على العقار. الا ما بغاش يخلصك كتمشي المحكمه كتعطيك واحد الامر بالاداء، كيقولوا لي هاد السيد كيسالك عنده اعتراف بدين كيسالك 10 المليون مثلا ولا 20 مليون، اعطيه رزقه. ما عطاكش ديك الساعه كترد داك الحجز التحفظي حجز تنفيذي، كتمشي للمحكمه وكتقول لهم هاد الحجز هذا اللي كان تحفظي هاد السيد عطيته امر بالاداء اللي حكمت به المحكمه انني كنسال داك الفلوس وما بغاش يخلصني، دابا بغيت نردو داك الحجز التنفيذي. وإلا ما خلصش من بعد الحجز التنفيذي من حقك ديك الساعه يتباع داك العقار في المزاد العلني وتاخذ رزقك اللي عطيتيه. بالنسبه للعقار غير محفظ المسطره شويه معقده، داكشي علاش بعدو قدر الامكان انكم ترهنوا عقار غير محفظ، ولكن حتى هو تقدر دير عليه حجز تحفظي، غير هي المسطره معقده شويه. حتى هو كتمشي للمحكمه كتدي داك السند ولا داك الوثيقه ولا داك العقد اللي كيثبت انك كتسال هاد السيد، وكيخرجوا وكيحددوا داك العقار والبلاصه ديالو والحدود ديالو والموقع ديالو، وكيديروا هذاك الحجز وكيتسجل في واحد السجل في المحكمه.